صباحكم خيرات حسان او مساكم خيرات حسان. عارفين ايه هو اعظم انجاز ممكن نعمله في حياتنا؟ اعظم انجاز ممكن نعمله في حياتنا هو ان انا اوصل للايديال سيلف بتاعي، للكور بتاع طبيعة شخصيتي انا، عشان محتاجة ان انا اعرف افصل ما بين مشاعري ومشاعر الناس التانية، اعرف احتياجاتي من احتياجات الناس التانية، اعرف بحب ايه وبكره ايه، انا مش حد غيري. ليه بقى ايه اللي هستفيده يا نهى لما اوصل للايديال سيلف؟ اكتر من حاجه. اول حاجه هقدر ارسم، هيسهل عليا جدا جدا رسم الحدود. تاني حاجه هيسهل عليا التعامل والانخراط مع الناس. اول ما بوصل للايديال سيلف بتاعي بيضرب السيلف ستيم عندي عالي، وبيضرب الثقه بالنفس عالي، بيبقى سهل جدا ان انا اخد قرارات بناء على انا بحب ايه وبكره ايه. طيب يا نهى ازاي اوصل بشكل بسيط للسيلف ايديال بتاعي؟ اول حاجه محتاجه ان انت من اول النهارده كده اي حاجه بتعمليها وبتستمتعي بيها اسالي نفسك الحاجه دي بتعكس ايه عن شخصيتي؟ ايه اللي انا بحبه في الحاجه دي؟ ايه اللي انا بيخليني ابقى مستمتعه بالشكل ده؟ اي تعاملات افهمي انت ليه مرتاحه هنا وليه مش مرتاحه في تعاملات تانية. مع البازل اللي احنا بنجمعها دي هنبدا نوصل للايديال سيلف بتاعنا او الكور بتاع شخصيتنا. طبقوا وقولوا لي كده اخبار الدنيا معاكم ايه. كان معاكم كوتش نهى موسى، باوندري كوتش وريليشن شيب كوتش. اشوفكم على خير.